الجزء التامن من الOOP الinheritance الوراثة، المبحث التاني. هنكمل علشان نعرف إزاي أدّي خصائص ومميزات زيادة للمدير لكلاس الابن لو أنت فاكر. توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أدخلني مدخل صدق. الجزء اللي فات فهمنا يعني إيه وراثة، إزاي كلاس الأب اللي هو الكلاس الأساسي بيورّث خصائص ومميزات بتاعته لمين؟ لكلاس الابن، وعرفنا إزاي ده بيوفّر علينا وقت ومجهود وبيخلّي الكود بتاعنا نضيف ومنظّم أكتر. تمام أوي كده، زي الفل. النهارده بقى أنا عايز أعرف إزاي أضيف خصائص ومميزات زيادة لكلاس الابن اللي هو المانجر في مثالنا، مش موجودة في كلاس الأب اللي هو كان مين؟ الemployee. ونظرًا لإن المدير طبعًا مش زي الموظف العادي، يعني عنده مسؤوليات تانية زي إيه؟ زي مثلًا عدد الموظفين اللي بيديرهم. المدير مسؤول عن فريق، فلازم نعرف عدد الموظفين اللي تحت إدارته. طيب تقييم الأداء، المدير هو اللي بيقيّم أداء الموظفين اللي في فريقه، ودي مهمة مش موجودة عند الموظف العادي. حلو أوي الكلام ده، تعالَ لي بقى كده بتركيز معايا ويالّا بينا. طيب إزاي بقى نضيف الخصائص الزيادة دي لكلاس المانجر؟ فكّر أنت بعقلك كده واحدة واحدة. هل هنروح نعدّل في الكلاس الأساسي اللي هو الemployee على طول؟ لأ طبعًا، كده هنبوّظ الدنيا وهنرجع نكرر نفسنا تاني، وده ضد المبدأ اللي حسين قال لي عليه المرّة اللي فاتت، مبدأ الدراي، العب يا مشرّفني العب. والحل بسيط جدًا، هنعمل إيه بقى؟ بُص الحتّة دي، هنروح لكلاس المانجر ونقول له اعمل لي دالة بناء خاصة بيك. اعمل لي دالة بناء خاصة بيك، حلو أوي، أنا عارفها دي. حسين قال لي def وبعدين underscore وأول بارامتر هيكون مين؟ الself. تمام، وبعدين نضيف فيه الخصائص بقى إيه؟ الزيادة اللي محتاجينها. تمام، بُص كده وركّز معايا. في كلاس المانجر عملنا دالة بناء جديدة، بس لاحظ حاجة مهمة، بدأناها بنفس الباراميترز بتاعة مين؟ بتاعة كلاس الأب، زي ما أنت شايف أهو ID name title department salary، وزوّدنا عليهم البارامتر الجديدة اللي هو مين؟ team underscore size. تعالَ بقى واحدة واحدة كده وعلى أقل من مهلنا. الصايع فيكم اللي مركّز معايا أوي ييجي يقول لي طيب هو ليه يا حسين بدأنا بدالة البناء مع إن أنت وارث أصلًا من كلاس الأب؟ يعني المفروض هو فاهم إن كلاس الابن ده عنده كل حاجة موجودة في كلاس الأب. يا ابن اللعيبة، صايع عليَّ أقسم بالله. بُص بقى، بكل سهولة أنا هنا باقول يا أيها المترجم، كلاس المانجر ده نوع من أنواع الemployee، يعني هو موظف عادي بس عنده حاجات زيادة، فبالتالي لازم ياخد كل الخصائص الأساسية بتاعة مين؟ بتاعة الemployee في الأول، وحُط تحت الأول دي مليون خط، وبعدين أدّي له الحاجات الزيادة اللي أنت عايز تدّيها له. معلش يا حسين برضه إيه الصورة مش واضحة أوي، قولها لي بالبلدي. بُص يا سيدي، تخيّل كده إنّك بتبني بيت من دورين، تمام؟ الدور الأرضي والدور الأول. الدور الأرضي ده أساس وقواعد وأعمدة، تمام كده؟ دي حاجة أساسية لازم تكون موجودة في أي بيت طبعًا، تمام. طيب الدور الأول بقى بيتبنى فوق الدور الأرضي، وبيستفاد مين؟ وبيستفاد من الأساس والقواعد بتاعة الدور الأرضي، جميل. بس الدور الأول ده بيكون فيه حاجات زيادة عن الدور الأرضي، زي مثلًا في بلكونة، في شباك، تصميم مختلف يعني، تمام، وهكذا. لمّا تيجي تبني بقى أنت الدور الأول، هل هترجع تعمل أساس وقواعد تاني من أول وجديد من الصفر؟ لأ طبعًا، أنت هتستفاد من الأساس والقواعد بتاعة الدور الأرضي اللي هي موجودة أصلًا، وبعدين هتبني الدور الأول فوقيها، وتزوّد الحاجات الزيادة اللي أنت عايزها. وضحت كده الصورة معاك أهو بكل بساطة. نرجع تاني للكود. طيب إزاي أدّي له الحاجات الزيادة دي؟ بادّيها له عن طريق مين؟ دالة البناء. تعالَ كده بُص لي على الكود أهو، دالة البناء أهي وفيها الخصائص بتاعة كلاس الأب. افتكر الدور الأرضي ها، الأساس. بُص بقى، أي حاجة أنت عايز تزوّدها للمدير اللي هو كلاس الابن اللي هو الدور الأول، اكتبها بعديهم على طول. مثلًا أهو أنا هنا مزوّد مين؟ team underscore size اللي هو حجم الموظفين اللي معاه. وضحت كده أهو بُص وسهلة وأهو واحدة واحدة وعلى الأقل من مهلنا. اتفاعل معايا لو مش عارف أي حاجة أو في حاجة عاطلة منّك أو أنت في جزء مش واضح كلّمني في الكومنتات وأنا هارُد عليك، أنا بارُد على كل الناس، اتفقنا؟ يالّا بينا. إيه بقى السطر الغريب ده؟ 5 بقى كده وريّح لي ضهرك وصَلّ على اللي هيشفع فيك، صلى الله على سيدنا محمد. شايف ده كده؟ أنا باسمّيه سحر الوراثة. السطر ده معناه إيه؟ معناه يا class المانجر روح نادي على بابا الemployee وقُل له يا بابا والنبي اعمل لي تهيئة، اعمل لي initialize للخصائص اللي عندك وضبّطها لي، وأنا هاخدها منّك أكمّل عليها. الله يرضى عنّك ركّز معايا أوي، أوي، أوي في الجزء ده. تاني، يعني السوبر دي بتقول لكلاس الأب لو سمحت
نفّذ الدالة بتاعة الinitialize بتاعتك على class مين؟ على class الابن ده، وclass الابن هيعمل إيه؟ هيكمّل الباقي ويزوّد الحاجة بتاعته. يا ابن اللعيبة يا حسين، معنى ذلك إن علشان أزوّد خصائص في class الابن الدور الأول باروح الأول أقول لبابا يا بابا ادّيني دالة البناء بتاعتك، الأساس بتاعك علشان أنا عايز أكمّل عليه. هو أنا باعمل ده ليه؟ عشان أنا مبرمج شاطر وذكي باستخدم مبدأ الدراي. كان ممكن نعمل دالة بناء جديدة من أول وجديد وأعمل سيلف وبتاع ومش عارف إيه، بس لأ، حسين الله يبارك له معلّمني مبدأ الدراي أمشي بيه في حياتي. don't repeat yourself. وبعدين بعد ما استدعينا السوبر دوت أندرسكور init أندرسكور خلاص كده الخصائص الأساسية بتاعة الموظف اتعمل لها إيه، تهيئة. بعد كده بنكمّل شغلنا عادي جدًا أهو، ونضيف الخصائص الزيادة اللي عايزينها في class المانجر. إيه الخصائص الزيادة اللي عايز أزوّدها؟ أنا عندي أهو self dot team underscore size بيساوي team underscore size. وضحت الصورة كده معاك؟ كل حاجة أهو والله باحاول أبسّطها لك بطريقة أخوك بحيث إنّك تكون فاهم أنت بتكتب إيه. وكمان عملنا ميزة زيادة للمدير أهو، بُص عملنا إيه، عملنا دالة جديدة اسمها manage underscore team. دي مش موجودة في class الemployee صح كده؟ تمام. ودي ميزة خاصة بمين؟ بالمدير فقط. وقُلت له لو سمحت رجّع لي اسم المدير مع عدد الموظفين اللي بيديرهم، بس شكرًا، شكرًا أوي. تعالَ بقى نجرّب الكود، أهو تعالَ بُص عملت object أول حاجة أهو emp1 بيساوي الclass employee 1 أحمد software engineer development والsalary 50,000. الobject رقم 2 أهو برضه من class مين؟ من class الmanager manager 1 أهو class الmanager افتح لي قوسين حُط يالّا بينا الID 2 الاسم name الteam lead development 80,000 و10 تنفار بيديرهم، بس كده. انزل تحت أهو هاشتغل بقى عادي، عادي جدًا أروح أنادي بقى على الsign in emp1.sign in اطبعها لي. ولو أنت فاكر اديتك أنا قُلت لك المرّة اللي فاتت عليها الintrospection تمام، عشان بس إيه يوضّح لي الحاجة دي فيها إيه، يعني اللي أنا شغّال عليه ده يظهر لي كل حاجة موجودة فيه تمام. وبرضه نفس الكلام تحت أهو print manage one نفس الكلام برضه sign in manager one برضه manage team برضه هي ما فيش أي حاجة، يعني كل حاجة بُص سهلة وواضحة قدّام منّك. شغّل بقى الكود كده وقُل لي إيه رأيك، أهو بُص اشتغل وبقى زي الفل وما فيش أي مشاكل. المدير ورث كل حاجة من الموظف عادي، وكمان زوّدنا عليه خصائص ومميزات زيادة خاصة بيه، هو خاصة بيه مين؟ هو تمام، من غير ما نكرر أي كود ومن غير ما نعدّل في الclass الأساسي، وهو ده الهدف والحمد لله نجحنا فيه. شُفت بقى جمال الوراثة في إيه؟ بتخلّي الكود بتاعك منظّم ومرتّب وقابل للتعديل والتطوير بسهولة. ولو عايز تضيف نوع تاني من الموظفين زي مثلًا senior manager هتعمل نفس الفكرة بقى. تورث من مين؟ تورث من الmanager وتضيف الخصائص والمميزات الزيادة اللي بتخُص مين؟ الsenior manager وهكذا. وده بقى أنا هاعمل لك إيه، هاسيبه لك واجب أنت تعمله، وتقول لي على الحل في جروب التليجرام، وتشرح لي أنت عملت إيه وفكّرت إزاي، تمام؟ تمام. وجروب التليجرام هاسيبه لك في الوصف أو ادخل اكتب عادي في التليجرام، اكتب برمجة بالبلدي هيظهر لك على طول. وحِل يا معلم وابعت الحل على الجروب وأنا هاراجع معاك ونشوف لو في أي أخطاء أو في حاجة أنت ما فهمتهاش هنراجع مع بعض تاني ونشرح تاني لحد ما أنت ما تفهم. زي الفل أوي كده. بس كده يا قلب أخوك، ده كان الجزء التاني من الوراثة، وفهمنا فيه إزاي نضيف خصائص ومميزات زيادة لكلاس الابن. لسه في كلام تاني عن الوراثة، زي مثلًا إزاي نعدّل بقى في ميزة موجودة في كلاس الأب ونخلّيها تشتغل بطريقة مختلفة في كلاس الابن. دي بقى إيه، فيها شغل حلو أوي دي. ودي اسمها إيه، method overriding تمام. وده موضوع مهم جدًا، 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 وهنتكلم عنه في الجزء اللي جاي بإذن الله. تابع معايا الجزء اللي جاي علشان نكمل رحلة الOOP ونفهم كل حاجة بالبلدي. وما تنساش تعمل share للفيديو وتقول لي رأيك في التعليقات علشان نوصل لأكبر عدد ممكن وعيلتنا تكبر أكتر وأكتر. أنا حسين الدرملي ودي برمجة بالبلدي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام.